السلام عليكم البنات، مرحبا بكم دائما بالجديد مع قناة تفاتيف أم ذكر. راح نبدلو شوية على مجال الريزين، مجال البساطات، وأيضا المجال اللي كنت متعودة أني نحطه لكم في قناتي. المرة هذه حابة ندخل في مجال الخياطة بإذن الله. مادامني في بداية المشوار تاعي، حبيت نحط معكم كامل هذا يعني الأمور اللي نعرفها في هذا المجال تاع الخياطة. المرة هذه البنات حبيت نخيط هذا الذراع اللي راكم تشوفوا فيه في الفيديو. مانيش حابه نحط كامل تفاصيل القندوره اللي راح نخيطها، لانه حبيت نحط لكم بشويه بالتدريج من البدايه، من بدايه تفصيل القندوره سامبل حتى الامور اللي نعرفها كامل. لكم اليوم راح نوري لكم طريقه كيفاش راح نخيطوا هذا الذراع وكيفاش راح نلصقوه في القندوره. اذا كان عجبكم هذا النوع من الفيديوهات ما تنساوش ديروا لي لايك واشتراك في القناه، وايضا خلوا لي تعليقاتكم المحفزه والشيء اللي حبيتوا تتعلموه. ان شاء الله باذن الله راح نحاول نحط لكم كل واش نعرف. باش نخدموا هذه القطعة يعني تاع ذراع واحد راح نحتاجوا إلى قطعتين كما راكم تشوفوا، وحدة فوق وحدة. راح نحاول نطويها على زوج، يعني قطعة واحدة تكون 60 سنتيم على 30 سنتيم، راح نطويها على زوج، راح تعطينا 30 على 30 سنتيم. وكما راكم تشوفوا راح نزيد نطويها على زوج بهذا الشكل، راح تعطيني الشكل هذا المثلث. هنا واش راح ندير البنات، راح نجيب اولا راح نشد بلي زيبانجل هكا باش حاجه ما تتحرك لي، باش تكون يعني كلش تاعي يكون مضمون انه قياسات دقيقه وحاجه ما تتحركش هكا، باش تكون الخدمه تاعي مفينيه. دائما لازم تشدوا بلي زيبانجل بهذه الطريقه باش كي تقصوا ما تحرك لكمش القماش. هنا بعد ما نشد القماش تاعي راح نبدا نجيب الميطره تاعي وراح نقيس نصف الدائرة الأولى. شوفوا البنات، القيس اللي درته في القماش هذا هو 30 على 30. بعد ما نطوي هذه القطعة على 4 كيما شفتوا، راح نجيب 5 سنتيم بهذا الشكل. نبدأ من راس هذاك تاع المثلث، راح نقيس منا لهنا 5 سنتيم ونحط نقطة. بنفس الطريقة راح نديرها، ندز شوية ديك الميطرة، ما نحيش هذيك من رأس تاع القماش، نخليه ديما رقم 5 في الراس تاع القماش، وندور هكا ونحط نقاط وندور بهذا الشكل، وراح يتشكل لي قوس بهذا الشكل. نكمل نرسمه بالسيالة ولا بأي حاجة تقدر ترسموا بها. بعد ما نكمل هذا القوس هذا، راح نزيد قوس واحد اخر من الرأس تاع هذاك القماش حتى نحسب 10 سنتيم مع 5 سنتيم. يعني هذيك الخمسة شغل نحيها من الحساب ونزيد لها هذيك الخمسة نزيد لها 10 سنتيم، يعني تقريبا ندير 15 سنتيم. ونعاود نرسم من الراس هذاك تاع القماش بنفس الطريقة، راح نرسم قوس بهذا الشكل. يعني دائما نحدد هذيك 15 نحطها في الميطرة تاعي، نحطها في الرأس تاع القماش، في الرأس تاع المثلث هذاك. بعدها راح نكمل نرسم هذاك القوس بهذا الشكل. ان شاء الله يعني تكون طريقة واضحة ومفهومة. يعني حبينا نرسمو قوس يبعد على هذاك الرأس ب5 سنتيم، ونزيدو قوس يبعد على هذاك الرأس ب15 سنتيم، وبين القوس الأول والثاني راح تكون مسافة هي 10 سنتيم. وبين التقويسة الأولى والتقويسة الثانية هذيك هي القطعة اللي راح نحتاجوها احنا في الخدمة تاعنا. هنا كيما راكم تشوفوا راح نعاود نشرح هكا باش تفهموا. هذيك راح نحط هذيك الميطرة في الرأس تاع المثلث هذاك. بعدها راح ندور بقيس تاع 5 سنتيم، يعني دائما الرأس تاع الميطرة راح يقعد في الرأس تاع المثلث، وندور هكا حتى نرسم هذاك القوس. ندير نقاط نكمل نوصل هذوك النقاط. بنفس الطريقة راح ندير الرأس هذاك تاع الميطرة، راح نخليه في الرأس تاع القماش ونقيس 15 سنتيم ونحط نقطة 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 من البداية تاع القماش، يعني من هذاك الضلع حتى الضلع المقابل راح ندير 15 سنتيم. وهكا راح نبدا نقص بالمقص. كما قلت لكم دائما شدوا بلي زيبانجل هكا باش كي تجيو تقصوا ما يتحرك لكمش القماش، تجيكم الخدمه تاعكم فينيه. نفس الشيء راح نديروا بالنسبه للقطعه اللي تحت التقويسه ولا التقويسه اللي لتحت، راح نحاول نقص هكا بالمقص. هاي لكم القطعه تاعنا البنات. هنا راح نحي لي زيبانجل باش نشوفوا القطعه اللي تحصلنا عليها. البنات راني مبتدئة في الخياطة، مانيش محترفة، راني مع هذا وين بديت في الخياطة. يعني كنت شوية نعرف بكري، عاودت درت دورة تكوينية في الخياطة مع واحد الأستاذة ما شاء الله. هنا البنات كما راكم تشوفوا، هنا الوجه الأمامي وهذا الوجه
الأمامي أيضًا راح نديرو مقابل الوجه الأمامي، يعني الوجه المليح مقابل الوجه المليح، بصح البنات قبل ما ديروا الخطوة هذه نتوما لازم تجيبوا هذاك لاطوال تلصقوه في الجهة هذه الخلفية تاع القماش القطعة الأولى، والقطعة الثانية ثاني راح تلصقوا فيها لاطوال في القطعة الخلفية بهذا الشكل. بعدها راح تحطوا الوجه المليح مع الوجه المليح، وراح تخيطوا القطعة تاعكم من القوس هذاك الكبير. الجهة الداخلية ما تخيطوهاش، خيطوا غير الجهة الخارجية اللي هي القوس هذاك الكبير، خيطوه بهذا الشكل، وبعد نجيبو المقص وراح نحاولوا نقطعوه بهذا الشكل باش كي نقلبوه يعني ما يجيوناش تكميشات، ما يجيوناش هكا واحد الديفوات. لازم علينا ان نقطعوه هكا بالمقص من الداخل. كي تكون دائما كي يكون عندك شكل دائري هكا وراح تقلبيه لازم عليك ديري الخطوة هذه، يعني تقصي هذيك الخياطة تاعك بشوية باش كي تقلبيه تجيك الخياطة تاعك مفينية ومليحة. هنا كيما راكم تشوفوا راح نعاود كيما قلت لكم قلبناه، دركا راح نخيطوه بهذه الطريقة. بالنسبة للجهة هذه الخارجية كيما راكم شادي خليتها كيما راهي، عاود تخيطها برك باش ما يتحركش القماش. كيما قلت لكم إذا كان عندكم لاطوال من الأفضل أنكم ديروا لداخل لاطوال باش تجيكم الخدمة تاعكم واقفة هكا مليحة. كي تلبسوا هذيك القندورة تاعكم راح تبين لكم لا فورم تاع الذراع كيفاش جات، يعني من فوق تجي واقفة ومن تحت هكا تجي واقفة ثاني، تبان لا فورم تاعها بيان بيان. المهم البنات كيما راكم تشوفوا هنا راح نحاولوا نلصقوا هذا الذراع تاعنا بهذا الشكل كيما راكم تشوفوا. هذا هو الذراع تاعنا، راح نحاول نلصقه بهذا الشكل. كيما قلت لكم يا البنات راني مبتدئة، يعني ماذا بيا اني نتعلم وراني نحاول نحط لكم واش تعلمت. واذا كاش ما شفتوا اخطاء نصحوني. وهكا كل واحد يتعلم من الاخر. هنا راح نحكم بلي زيبانجل، بعدها راح نبدا نخيط بالماشينه دائما، وخاصه المبتدئات دائما استعملوا لي زيبانجل هكا باش يعاونوكم. وين حبست الخياطة؟ حبست الخياطة هنا في هذيك النقطة تاع كوب فرانس، ثم حبست يعني حكمت نصف الدائرة تاعي حتى الكوب فرانس هذيك اللي راهي تبان معكم هنايا في الصورة، وزدت لها من داخل كيما راكم تشوفوا هذوك لي بيير، يعني الجهة هذيك اللي راح تبان اللي ما راحش تغطى هذيك درت لها لي بيير، والجهة اللي تتغطى هي باينة راح تهبط عليها هذيك القطعة ما راحش تبان بزاف. اذا هذا هو الشكل النهائي اللي راح نتحصلوا عليه البنات. نتمنى ان الفيديو نال اعجابكم، ما تنساوش الدعم دائما، اشتراك ولايك وتفاعل في القناة. والآن البنات ما عليا غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، ونتلاقى في فيديو قادم إن شاء الله مع قناة تفاتيف أم ذاكر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.